أنواع الأصوات بتمكن القارئ يعرف نمط صوته. يعني شو نوع الصوت؟ يعني نمط الصوت. رح نقول باختصار، مرة بيكون الصوت بأصله حاد، يعني بتركيبته بيكون حاد، ومرة بيكون ضخم غليظ أو عريض أو رخيم. فإذا كان صوتي أنا اكتشفت أنه بأصل صوتي حاد، يعني أنا هول الطبقات اللي عم بقرأ فيهم بيتناسبوا مع قارئ معين. مثلا على سبيل المثال الشيخ عبد الباسط، أو مثلا القارئ الإيراني الشيخ كريم منصوري. بجيب قراءات للشيخ كريم منصوري أو للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، وبصير بقلدهم، بعرف أن طبقة صوتي بتتناسب مع هذا الصوت. مرة لا، بيكون صوتي أصله ضخم غليظ عريض، فبجيب قراء، في عندنا كتير قراء يعني عندهم أصوات رخيمة. مثلا على سبيل المثال الشيخ محمود خليل الحصري صوته ضخم وصوته بمعنى أنه رخيم. فإذا نوع الصوت باختصار هو نمط الصوت، لحتى أشوف أنا صوتي شو نوعه. أول شيء بنقسم الأصوات لنوعين، نوع نسائي ونوع رجالي. يعني نسائي ورجالي، 2 للنساء و2 للرجال. وطبعا بشكل عام معروف أنه صوت المرأة حاد خلافا لصوت الرجل الذي هو غليظ، وهذا له علاقة بطول وقصر الأوتار الصوتية. ومن المعروف أيضا أنه صوت الصبي الفتى يختلف عن صوت الرجل، لأنه صوت الصبي يعني اللي بعده فتى، بعد الأوتار الصوتية عنده ما كملت، فبيكون صوته حاد ناعم، بنعبر عنه صوته ناعم حاد. وهو بس تلاقوه بلغ الفتى الصبي، بنلاقي صوته صار شو بنقول له، شو صار صوتك رجالي اسم الله ما شاء الله. فإذا بيتغير الصوت من الصبي إلى الرجل، وبيتغير من الامرأة إلى الرجل. فإذا من قسمون علماء الصوت إلى 4 أقسام. طبعا هول الأقسام بيتفرع منهم تفرعات، بيتفرع منهم بنشوفهم بعد شوي، لكن الأصل الأساس 2 للنساء هن حادين، و2 للرجال بيكونوا أقل حدية من صوت النساء. الأول شيء هو السوبرانو، وبعد منه الألتو. السوبرانو أعلى نوع صوت بالحدية، ما عم نحكي بالقوة، عم نحكي بالحدية، حاد رفيع ناعم. فأول واحد اللي هو السوبرانو، أعلى صوت بالحدية. تحت منه بيجي الألتو. يعني خلينا نقول نحن النساء عندهم سوبرانو وعندهم ألتو، بيجي تحت منه الرجال اللي هو التينور والباس، تينور وتحت منه الباس. فإذا بيكون أكثر الأصوات غلاظة يعني ضخامة يعني عريض هو الباس عند الرجال تحت، وفي أعلى منه اللي هو نوع صوت يعني في حدية أكثر عند الرجال بسموه التينور، والألتو والسوبرانو أصوات نسائية.